معرفتهم بالميدان. يجوب حرس الحدود الصحراء، وعلى طول الشريط الحدودي الفاصل بين برج باجي مختار ومدينة الخليل المالية يرصدون كل حركة، كما يقومون بتوقيف العربات وتفتيشها والتأكد من قانونية دخول وخروج الأشخاص، كما أن المواطنين هنا يرون في هذه العملية ضمانا أكيدا لأمنهم، ومشاهدتهم لأفراد الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود في الميدان يبعث في قلوبهم الأمن والأمان. الحدود هنا عندنا تبارك الله مغير، ومع طبعا الجيش تبارك الله موفر، وين ما درت حسابوا هذه البقعة قامنا فيها الجيش مثلا وهم لقاونا. الو تما لازم ينبد مرة، لازم تنعوس مرة، لازم يني كل مكان فاش كذا تموتنا موتن في الشهداء بزاف. الله لازم نعوس من كل الجهات، وهذا من الواجب تاعنا، الواجب لنا لازم يني مكان، لازم توجور سير لا بلاص، وهذه هي ورانا هنا عرفنا نأديو الواجب تاعنا كما ينبغي، وكما ضحوا عليها جدودنا وخدموا على جالها، رانا حنا ثاني نكملوا في المسار. رحلتنا انتهت، لكن إخلاص أفراد الجيش الوطني الشعبي في أداء مهامهم في كل منطقة على طول حدودنا الجنوبية لا زال مستمرا. رحلة وقفنا خلالها على جمال بلادنا وشساعة مساحتها وتنوع تضاريسها. بين سحر المناظر ورحابة صدور أهلنا في كل منطقة من جنوبنا الكبير تتعدد الثقافات والميولات، وتجتمع القلوب على حب الجزائر. أفراد الجيش الوطني الشعبي بالنسبة إليهم رمز للأمن والأمان، افتخارهم بهم نابع من إيمانهم بجسامة تضحياتهم للوطن الذي يجمعهم. من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، هم ساهرون وعلى كل شبر منه واقفون، يرصدون، يراقبون، هاماتهم لا تنحني، وعلى حدوده وفاؤهم بلا حدود.